بص يا صاحبي، انت لو اهلاوي فاقلب الفيديو ده عشان الكلام اللي اتقال في الفيديو ده مش هيعجبك نهائي. صدقني. تمام؟ ليه؟ لان انا جاي النهارده هتكلم عن اللي بيحصل في الاهلي خلال الفتره الاخيره، واللي احنا اصلا اتكلمنا عنه قبل كده وطلع كله صح. من مشاكل في اوضه اللبس، المشاكل مع لعيبه، المشاكل، بص، كل حاجه بتحصل في الاهلي النهارده انا هديك ملخص سريع. بس في اخر الفيديو هدي لك كده ايه بريكه امل، وفي اخر الفيديو برضه هقول لك الصفقه اللي الزمالك بيتفاوض معاها دلوقتي. تمام؟ هو مهاجم، ومهاجم قوي جدا. تمام؟ مش هقول على اسمه. واقول لك على عبد الحميد معادي، اللعيب اللي الزمالك مره واحده كده اشتراه امبارح. بس الاول انزل اعمل اشتراك، اعمل لايك، اعمل كومنت، واستنى معايا الفيديو. تمام. لو انت اهلاوي سكرول الفيديو ده يا صاحبي بسرعه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقه جديده من حلقاتنا كلام في الكوره، وهنتكلم النهارده عن المشاكل اللي بتحصل في الاهلي، او مشاكل بتحصل في اوضه اللبس في الاهلي، ويطلع كلامنا احنا صح. تمام. طيب ليه انا بقول ان احنا كلامنا احنا صح؟ لان احنا من 3 ايام هنا بالذات. تمام؟ والناس دخلت شتمتنا، والناس دخلت اتكلمت تعليقات سلبيه كتيره جدا. من 3 ايام بالظبط قلنا ان وسام ابو علي عنده عرض، وسام ابو علي مش هيجدد او مش هيقعد في الاهلي، الراجل عايز يمشي. طيب هل هي مشكله فلوس؟ لا يا صاحبي، هي مش مشكله فلوس. مشكله ان الراجل عايز يطلع امريكا، يلعب في امريكا عشان الجرين كارد. بس خلاص، شكرا، نقطه من اول السطر. وانت مش هتعرف تراضي اللعيب، يعني انت مش هتعرف تراضي اللعيب تديله الفلوس اللي جاله من بره. فخلاص يا باشا هيتمرد. وبعد كده ايه اللي حصل؟ ما هو بعد التمرد ده انت كنادي وقفته. النهارده طلع قرار الصبح وقف وسام ابو علي. صح ولا غلط؟ ده كل الدنيا عارفه. يبقى كلامنا احنا صح. يبقى الاهلي فعلا وسام ابو علي الراجل عاوز يمشي. وسيبك بقى من موضوع ايه حب الكيان وبوس الشعار والاهلي والكلام ده كله، عشان ما بياكلش عيش يا صاحبي. خالص، سيبك خالص من الكلام ده كله. الفلوس هي اللي بتتكلم. تمام؟ والراجل معاه ميزات تانية، يعني وسام ابو علي معاه ميزات تانية غير موضوع الفلوس والكلام ده كله. الراجل يا باشا يروح يقعد، هو ياخد عيلته ويروح يقعد هناك. لكن انت جو بقى الفلوس والاهلي وبيشتروا الاهلي والكلام ده كله، الكلام ده مبقاش موجود. اللي معاه فلوس بيتكلم. تمام. طيب مين تاني عنده مشكله؟ اهو انا بقول لكم اهو، وهيحصل الايام الجايه. اللي عنده مشكله كابتن امام عاشور. لحد دلوقتي ما اترضاش. لحد دلوقتي امام عاشور عايز في ال3 سنين، بلاش اقول لكم انا هقول الرقم وامر الله. عايز عفوا في ال3 سنين مليار ونص. تاني اهو، امام عاشور عايز في ال3 سنين مليار ونص. يا كده يا همشي. خلصت خلاص يا باشا، كلها فلوس دلوقتي. ليه؟ عشان هنرجع ونقول ان انت جبت لعيب خد كل الفلوس دي، والنادي موجود وفي لعيبه موجوده ما خدتش الفلوس ديت. الموضوع سهل. تمام؟ بس خلاص. فبالتالي الناس يا باشا عايزه تتراضى. كله بقى خد على ده بقى، قيس على ده كل اللعيبه اللي في الاهلي بقى كلها بلا استثناء، من اصغر واحد لاكبر واحد، من بعد ما زيزو راح الاهلي. تمام؟ ولعيبه الاهلي كلها سنه السكينه يا باشا، انا عاوز اتراضى زي الراجل ده، وعقد يترفع، وعاوز بقى من الاخر كده، انا عايز هي فلوس، هي دايره فلوس، فانا عايز يا باشا فلوس زي الراجل ده ما خد حقهم مره واحده. انا مبدئيا بس بشكر، عشان ما انساش والله بجد، انا حابب جدا اشكر الاستاذ الكابتن المحترم احمد السيد مصطفى الشهيد بزيزو. شكرا ان انت مشيت من الزمالك بجد، حقيقي والله العظيم. شكرا ان انت مشيت من الزمالك. ليه شكرا ان انت مشيت من الزمالك؟ لان مشيان حضرتك خلى عندي انا كنادي فرايتي كتيره جدا، ان انا اجيب لعيبه كتيره جدا. ولعيبه اي نعم هي لعيبه سنها صغير، بس لعيبه بوتنشال. فحضرتك انت لما كنت بتقول ان انت عاوز 60 او 80، انا كنت بقول لك كده وبديك كده عشان انت كنت المفتح وسط العميان. انت كنت مفتح وسط عميان، فبالتالي لما كنت بتطلب 60 و80 كان حقك. بس انا اهو، انا بشكرك جدا ان انت مشيت من الزمالك، جيت فوق ما تتخيل والله العظيم. يا ريت حد يوصل له الفيديو ده، لان مشيانك من النادي خلاني انا كنادي وكاداره وكمدير رياضي
ابتدي ان انا اركز على حاجات محدش كان بيركز عليها. احنا الزمالك لحد دلوقتي عامل كام صفقه؟ عامل 5 صفقات. معدل الاعمار انت بتتكلم من 22 ل 28 سنه او ال 25 26 سنه كمان. فانا ابتديت اقل بمعدل الاعمار. ما عنديش لعيب يقول لي انا عايز 60 و80 و100، لا يا باشا انت في سقف. اللي كان مفتح وسط عميان مشي، فخلاص. فانا بشكر السيد احمد زيزو، شكرا. نرجع تاني للاهلي. طيب مين يا عم اللي عليه الدور في الاهلي؟ عشان يعني هيتقال الايام اللي جايه والايام بينا. مروان عطيه. تمام، مروان عطيه اما ان هو هيجي له عقد من بره وهيمشي والاهلي هياخد فيه فلوس، اما ان الراجل هيقعد وعقده مثلا بياخد جنيه فعايز الراجل ياخد 5 أو 3 جنيه. فدي الخناقه اللي مع الفتره الجايه مع مجلس اداره الاهلي. تمام. الاهلي بدا معسكره التدريبي في تونس، وسام ابو علي ما راحش في يعني ما تنساش تعمل اشتراك سبسكرايب. وسام ابو علي ما راحش المعسكر التدريبي، قال لك اصل عنده خلفيه. خلفيه يا اسطى اللي ما راحش يا اسطى؟ خلفيه ايه ده؟ عنده شد في البنك، عنده شد في الحساب البنكي يا اسطى. خلفيه ايه؟ احنا كنا بنقول الكلام ده زمان على لعيبه الزمالك. وسام ابو علي عنده شد في عضله الجيب. عضله الجيب دلوقتي فيها شد الماني، مش في الخلفيه. مش يا صاحبي؟ السلام عليكم.